تتكلموا عليه أيها الإخوة، تخلصوا ب6 دراهم أو ب12 درهم، فهذا مسألة معقولة، لأنكم نتوما حوالة، نتوما ما فاهمين حتى حاجة. تشربوا وتقول زول لي 10 دراهم من الليطر، نزول لك درهم، نزول لك على 2 دراهم ونشرب لك الحليب. فالحليب اللي تشربوه السادات مصوب. خلينا من البقاع، غادي نمشيو للنوع اللي هو الآن الساري بالعباد. الحليب فهو حليب فيجيتال، أنا هو اللي دخلته للمغرب وسقطته مني الشركة اللي هي لا سنتراليتير. فهذا المشروع هذا تيقول أن باش يصوب هذا الحليب 15 غرام ديال بروتين الصوجا، لأن كيلو الصوجا تعطينا 500 غرام ديال البروتين. 500 غرام ديال البروتين تاخذوا منا يلا 15 غرام. زيادة على هذا تاخذوا 10 غرام ديال الزيت التورنسول، قلنا لكم مرارا وتكرارا، وتزيدوا عليها 10 غرام ديال السكر ديال السكر لا أقل ولا أكثر، يعني 15 في 10 في 10، والباقي كله المضروبين، ماشي حتى ديال سيدي أبو علي ولا سيدي فلتان. ايوا هذا هو الحليب. لما تنحسبوه بشحال قايم هذا الحليب هذا ترجمو تيدير 40 سنتيم، وتنزيدوه 40 اخرى ديال السنتيم ديال التيتا باي ديال التغليف ديالو ديال فاش تيدار، وتيبقى 6 شهور ما تيفسدش. تيخليوه هذاك الشيء هذا، ولكن تيفسد الساعة اللي تستحلو وتشرب منه وتخليه، هذا ما تيفسد. وهذا هو المشكل. الحليب اللي نتوما تتهضروا عليه تيسوى 80 سنتيم، ما كان ماشي درهم، والباقي فين تيمشي؟ سولوا ولا تيمشي داك المال. سولوا على القنابل اللي خدمت تدمركم والان هما داخلين باش يفرقعوا لكم مع البوليساريو وغيره من ذلك الحليب، وتقول بالمسؤوليه او نعطيكم عليها الحجاج. ما كاين حتى مشكل. فما بغيتوش تفرقوا بالناس، ما بغيتوش تعرفوا على راسكم فين نتوما. هذه المسؤوليه خدامين. مالي الحليب خدامين سير الشهاده الحليب هذا. اما المساله ديال البقر تياخذوا منه، تيديو منه الفرماج، الزبده، هذا شرط يبقى داك الماء الزغارز تيكبوا عليه شويه ديال داك الملون ديال سمابه ديال دار الرمان، وتيقول لك هاك شرب رايبي جميله. يا عباد الله، من انتم؟ من اين اتيتم؟ فين هي الوطنيه الحره؟ فين هو الاسلام؟ فين درتوه؟ كيفاش يقبل الشعب والملك براسو يقبل ان الحليب تيطلع ب90 غرام ب90 سنتيم وتيتباع ب8 دراهم في السوق؟ هذا ما اقول لكم في الحليب. ومن بعد انا غادي ندوز على المسائل الاخرى. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.